السلام عليكم. أنا النهاردة في مسجد الإمام الشافعي، ومسجد الشافعي أنشأه الأمير عبد الرحمن خدة سنة 1176 هجريا 1762 ميلاديا، جنب ضريح الشافعي اللي هنزوره مع بعض في فيديو النهاردة. والإمام الشافعي اتولد في غزة سنة 150 هجريا، ولما بقى عمره سنتين اتنقلت بيه أمه لمكة، وحفظ القرآن الكريم وهو عنده 7 سنين عشان يبقى في النهاية ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه. كمان هو إمام في علم التفسير وعلم الحديث. بيقول عنه الإمام أحمد: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وعاش الشافعي آخر 5 سنين من عمره في مصر، اللي توفى واتدفن فيها سنة 204 هجريا. وبحسب اللوحة اللي على المدخل الضريح، فعادة زيارة الإمام الشافعي بدأت بعد موته على طول. والتاريخ بيقول إن سلاطين المماليك فرج بن برقوق وقنصوة الغوري مثلا اعتادوا زيارة قبره، وإن الغوري كان لازم يزوره قبل الخروج لأي معركة. وكان ضريح الإمام الشافعي من أوائل الأماكن اللي توجه ليها السلطان سليم الأول لما دخل مصر سنة 1517، وبعدها بقت زيارة الإمام الشافعي عادة عند الحكام العثمانيين أول ما يوصلوا مصر. فده قبر الإمام الشافعي، والتابوت اللي عليه ده في الأصل ما كانش أصلا موجود، واللي عمل التابوت ده صلاح الدين الأيوبي. أما عن القبة فهي أكبر قبة في مصر، وهي قبة معمولة من الخشب، واللي عملها السلطان الكامل في العصر الأيوبي. وده شاهد قبر من الرخام اتعمل برضه في العصر الأيوبي، منحوت في أوله الآية القرآنية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وبعدين الاسم الكامل للإمام الشافعي اللي بيوصل لعبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي احنا بقى شايفينه قدامنا ده دلوقتي ده ضريح العائلة اللي كان قاعد عندها الإمام الشافعي، وده ضريح السلطان الكامل، بس مش مؤكد إن مدفون فيه. الذي حاز الجمال محمد. الله أكبر.